اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح القشطه، يا مساء الفل، يا مساء القشطه، حسب التوقيت اللي بتتفرجوا بيه على الفيديو. في الاول كده صلوا على حبيب المصطفى، ومتنسوش تشتركوا في القناه بتاعتي علشان عيلتي تكبر بيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا كلها. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. النهارده معانا اكله سهله وسريعه وبسيطه، واكيد اكيد هتعتمدوها وتبقى على سفرتكم في رمضان باذن الله، يجي علينا وعليكم بالخير. النهارده ليله النصف من شعبان، يعني النهارده الموسم، فاكيد كل البيوت المصريه عامله لحمه النهارده. فمعايا هنا كيلو من اللحمه، هقطع عليه نص كيلو من البصل وربع كيلو من الفلفل، او مش لازم تلتزم بمقدار معين، وحبتين من الطماطم. انا هنا بقطعها، بقطع البصل حلقات كده، بقطعها تخينه شويه، لان كده كده على ما اللحمه تستوي هيكون اتهرى معايا خالص خالص. ومعايا هنا الفلفل بارد، وممكن كمان تستعملي الفلفل الحامي زي اللي انت حابه تستعمليه استعمليه. انا هنا استعملت الاتنين، استعملت البارد واستعملت الحامي. وقطعت كميه حلوه كده من البصل، حوالي نص كيلو بالظبط، وحوالي 3 طماطميات كمان. متنسوش النهارده تصلوا على حبيب المصطفى كتير وتستغفروا كتير، وربنا يا رب يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين. بعد ما خلصت كل التقطيع بتاعي ده وقطعت اللحمه كمان، معايا هنا حته كده من الدهنه، اللي هي الدهون بتاعه اللحمه، واحط معاها شويه من الزيت، لان اللحمه بتاعتي حمرا خالص خالص. فهنا على ما الدهنه بتاعتي تبدا تطشطش معايا كده، والحله سخنه جدا جدا ومعليه النار، هبدا انزل باللحمه بتاعتي. هنا اللحمه بقول لكم ان انا مقطعاها هنا مكعبات، لا كبيره ولا صغيره، يا دوبك على قد المعلقه كده، لان اللحمه لسه هتكش معايا. وما تحطوهاش كلها مره واحده، يعني حبه حبه زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو. طبعا الفيديو انا مسرعاه معايا، علشان لو حطيتها كلها مره واحده هتنزل ميتها، وانا مش عايزه اللحمه تنزل ميتها معايا. عايزه النار تفضل عاليه علشان تاخد صدمه، ويا دوبك على ما تاخد لون من اللون من تحت، هبدا ان انا اقلبها، وهتبدا هي تاخد اللون الجميل اللي هو البني ده. انا عايزاها تتحمر وتتأمر كده وتبقى جميله. انا هنا حطاها في حله واسعه، يعني الحله دي تاخد 3 4 كيلو لحمه، علشان ما اضطرش ان انا احط شويه واشيل شويه واحط التاني، فحطيتهم كلهم مع بعض يعني عشان الحله تكون واسعه معايا. بعد كده هبدا انزل بالفلفل والبصل، وهنزل بكل الخضار اللي احنا قطعناه. في ناس ما بتحطش طماطم، بس انا بحب احط طماطم، وكمان البهارات بتاعتي سهله، مكعب من مرقه الدجاج اللحم، مرقه اللحم، وشويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه 7 بهارات، بس كده. عايزه تحطي حبهان حصى وورق لورا والحاجات دي، لكن ال7 بهارات فيها كل الكلام ده. وهنا حطيت ليها مجين من الميه السخنه، لازم ميه سخنه بلاش ميه ساقعه، بس كده. وكل شويه كنت بزودها ميه، انا زودتها حوالي 3 مرات، في خلال ساعة ونص كانت استوت معايا، لان اللحمة الجملي بتاخد سوا شوية. وبعد كده بعمل شوية من الرز مفلفلين كده وزي القمر. كل مرة اقول لكم ان انا الرز بتاعي ما فيش غنى عنه وما فيش زيه. بس. وبعد كده بحطها بغرفها في الطبق معاكم اهو. كانت طعمة ولذيذة ودايبة دوب، واهم حاجة الصوص اللي نازل منها ده تحفة تحفة تحفة. طبعا الملح بزوده في اخر الوصفة، علشان الملح بيقلل السوا بتاعها. بس، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لي لايك يا احلى واجمل متابعين. يا جماعه مش قادره اوصف لكم هي قد ايه حلو، جنب شويه رز بقى مفلفل كده، يا سيدي. تعالوا ندوق بقى واقول لكم رايي بامانه. نعدل بس الموبايل كده، والمغرب لسه مأذن وكنا صايمين. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. بسم الله. يا جماعه